تخيل معايا ان الدولة المصرية كل شهر بتدفع رواتب من جيبي وجيبك لناس تحت مسمى رقابة المصنفات الفنية عشان ما نشوفش فيلم زي السلم والتعبان. والله العظيم زي ما بقول لك كده، فيلم السلم والتعبان انا ما اتفرجتش عليه في السينمات، بس قلت اتفرج عليه اشوف ميته ايه. فيلم مليان ايحاءات جنسيه، مليان نسوان عريانه، مليان خمره. دول ما بيشربوش ميه، يعني ما عندهمش كونسبت الميه والعصير والحاجه الساقعه، دول خمره بس. وطبعا بقى يعني انا اسف زنا للصبح اللي هو ايه، رفاهيه يا باشا، بيس. هل بقى دول مثلا لو كنا شفنا مكانهم سوزي الاردنيه، محمد عبد العاطي، اي حد من بتوع التيك توك اللي اتقبض عليهم في خدش حياه الاسره، هل كنا نشوفهم مثلا كده؟ وانا مش جاي ادافع عنهم، بس العيال ما عملوش ربع اللي اتعمل في الفيلم. من الاخر، طالما جايين نتكلم في العدل يبقى نقول الحقيقه. العيال بتوع التيك توك ما عملوش ربع اللي اتعمل هنا. فانتوا بقى سؤال بس يا استاذ اشرف زكي، هل دي قيم الاسره اللي انت كل ما تطلع تقول احنا بنقدم فن لمصر، بنقدم فن لمصر والاسره المصريه والهري بتاع كل يومين اللي انت بتطلع تقولهم ده، هل ده فيلم يتعرض لاسره مصريه؟ لو انتوا شايفينه تمام يبقى احنا هنا بقى مش عايشين في مصر، احنا عايشين بقى في نيوزيلندا، في لاس فيجاس، اي حاجه تانية غير مصر.